حاعمل الفطور اللبناني زي ما يعملوه الشياب الكبار في مطاعم بيروت. وحنبدأ بفتة الحمص. عندي حمص مسلوق أضيف عليها ثوم وبهارات من فوق، وعندي لبن عصرت عليه الليمون والطحينة والفلفل الأسود والملح. حضيف الخلطة فوق الحمص ونضيف البقدونس. وفي طاوة ححمص الصنوبر بشوية زيت زيتون ونحطها على الوجه. في طاوة تانية حنزل اللحمة المفرومة، طبعا اللحمة اللي استخدمتها لحمة مدهنة عشان ما عندي قورمة، والقورمة تجيكم لحمة تكون معترة جوا الدهن. المهم حطيت اللحمة وقمرتها، حطيت عليها البيض وملح وفلفل أسود. جبت الحمص جاهز من مطعم جنبنا هنا يعمل لكم حمص جدا مرتب. حطيت عليها الحمص المسلوق وشويه بابريكا وزيت زيتون. واهم شيء في الفطور اللبناني الخضره والنعناع. كل الاطباق صارت جاهزه معنا: الحمص، بيض بالقورمه، الفته والخضار. حنشوف فتة الحمص. السلام على الطعم، كانكم بتاكلوها من المطعم ذاك اللي جنب الروشه. بيض بالقورمه، بسم الله. البيض ملكي. اهم حاجه الخضره. جرب الحمص، شوفوا قديش كريمي. وهذا كان فطورنا اللبناني. بكره حيكون فطورنا عراقي. قولوا لنا تحت في الكومنتات ايش الوصفات اللي تتوقعوها.